كبدة الشرقاوي النهارده أحلى من برّه بكتير، وهتاكليها وهتحسّي فعلًا إن أنتِ بتاكلي كبدة من برّه. أتحدّي النهارده الفيديو ده بجد تحدّي، بس قبل ما نبتدي نصلّي على الرسول، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، ونسمّي الله ونقول اللهم بارك، ولو عجبك الفيديو النهارده لايك وشير كتير عشان الوصفة توصل لكل حبايبنا. أول حاجة معايا نُص كيلو من الكبدة البانيه وتكون متقطّعة شرايح، قولي للجزار أنا عايزاها تكون شرايح رفيّعة، عليها معلقة كبيرة من التوم، وعليها كمان معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة ممسوحة من الملح، معلقة كبيرة هرمية من الكزبرة، تمام؟ دي كده توابل الكبدة مش هاحط عليها حاجة تاني. تعالي بقى نشوف الcover بتاعنا. نُص كوباية من الردة طحناها في المطحنة عشان كانت خشنة، وكوباية من الدقيق، ومعلقة كبيرة من الكزبرة، معلقة صغيرة من الكمون، نُص معلقة صغيرة من الملح، يعني نفس التوابل اللي حطيناها هناك هي التوابل اللي حطيناها هنا. وجيت على قلّبت بقى الدقيق والردة، وجيت على الكبدة قلّبت الحاجات دي وحطيت عليها 3 معالق كبار من المَيّة، تمام. ممكن نضيف إضافة إيه تاني على الدقيق، ممكن تحطّي رشة توم، بس أنا باقول لِك هي كده خدي الكبدة وما تراجعيش ورايا. وتحدّي إن أنتِ لو عملتِ الكبدة وما عجبتكيش اكتبي لي في التعليقات أنا عملت الكبدة وما عجبتنيش، بس طبعًا لو عجبتِك اكتبي بقى تعليق حلو منِّك. تعالي بقى هاتي بقى كده الكبدة بعد ما قلّبتها وسِبتها كده بس يا دوبك 10 دقايق أو ربع ساعة إن هي تشرب في التتبيلة شوية، ويا سلام بقى لو عملتيها وحطيتيها في الفريزر وحضّرتِ الcover بتاعها ده في كيس في التلاجة وتطلّعي وتعملي على طول لو أنتِ بتشتغلي. تعالي بقى كده إيه عفّري الكبدة بتاعتِك كويس في الcover اللي إحنا عملناه الدقيق بالردة. وطبعًا لو أنتِ عايزة تعملي مقدار الدقيق بالردة ده يكفّي كيلو من الكبدة، فممكن أنتِ لو هتعملي نُص كيلو اعملي نُص كوباية دقيق على ربع كوباية ردة، تمام. وطبعًا اقسمي المقادير، بس أنا باحب أعمل الcover ده وبعد ما باخلّصه بانخله واشيل الباقي في كيس في التلاجة. تعالي بقى زيت غزير ويكون سخن، وزي ما أنتِ شايفة أنا ما باخلّيش الزيت يسخن أوي، أوي، أوي علشان ما يبهدلش البوتاجاز. والحتّة دي أنا خدتها من حد عزيز عليّا، واحدة جارتي كبيرة كده قد أمي ربنا يبارك فيها، هي اللي عرّفتني الحتّة دي، قالت لي: "يا شيماء لمّا تيجي تقلي حاجة ما تخلّيهاش تسخن أوي علشان ما تطرطش على البوتاجاز وتوسّخ لِك الدنيا." شايفة بقى الكبدة بتقعد في البوتاجاز في الزيت كده على البوتاجاز لمدة دقيقة، دقيقة ونُص أقصاكِ، ما تطوّليش في الكبدة عشان ما تنشفش. أول ما تلاقيها أدِت الشكل الجميل القمر العسل ده اللي زيِّك، على طول طلّعيها في مصفى، ما تطلّعيش على مناديل، على مناديل هتلاقي الcover طري وبقى بيتشال ومش حلوة خالص. طلّعيها على مصفى، وأتمنى الفيديو النهارده عجبكم لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعّل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. أسيبكم في رعاية الله وأقول لكم بألف هنا وشفا، مع السلامة.